السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشتركين. الرجاء الاشتراك في زر الجرس والاشتراك في القناة ليصلكم كل ما هو جديد. شقاك أنت كله لا حرام. سلم من صبح لا عصر 1,500,000. فكر ورجع لي خبر. أي شغل أهم شيء يلقى له رزق خيرات. فهمي بيشتغل مع جهات خارجية وتقوم بجمع بين الشباب والشابات. أقول لك رحلك من هذا الأشغال أمان لا يرجعوا يقرحوا راسك. وين انت يا ابن اخي؟ لو تبصر على مصيبة حلت فوقنا. طيب ابو فهمي ليش عيقتل اخوه؟ يا محمد أنا بين أقول لك فلت لهذا العمل وجي اشتغل معي. هذا العمل ما يأكلكش ولا من فايدة. أي أشتغل معك يا فهمي. جنان أنا داري إن أنا أدخلها أنا حلال واشتغل بعرق جبيني ولا أجي أشتغل معك. أدخلها حرام معك. شقاك أنت كله لا حرام. شغلي الذي بتقول إنه حرام شغل يوم نص يوم يغنيني عن شغلك هذا سنة كاملة. بعدين ما بنرحم لها زوجتك، يعني تجلس أنا شغل طول الأسبوع ما تضوش عندها، ما تضل لا يوم الجمعة من صبح لا ظهر. أنا بعدين الشغل عندي وغر من صبح لا عصر وظيفتين في بيتك لكن لا يوم ثاني. ما هو هذا الشغل ما أكلش عايش. قل لي ما قد فعلت بهذا الشغل اليوم. شوف فول المزارع. أيوة بنشوف المال أولا بين اشتغل بهن طول السنة، أولا بين أدخل منهن يعني صرفتي وقوت يومي. بعد هذا الخبر مشوا عليه رحلك يا فهمي مني قلنا لك. أنا عاد رحلي منك وأنت اسمع هذا الخبر وخلي في راسك. إذا تجي معي تكون تستلم من صبح لا عصر 1,500,000. فكر ورجع لي خبر. ماشي أنا أقول لك كيف وقع بخاطرك. قولي لي يا عبيد، ليش زوجك ما يشتغلش مع فهمي بن خالد؟ حتى انت يا كريمة معاهم. وبعدين زوجي مشغول ما بيروحش حتى البيت. يا خبلة خلى يفلت العمل اللي هو فيه ويصير يشتغل مع فهمي بن خالي. قالوا مع الزلط خيرات. زلط ما هي يا كريمة. وشغل ايش اللي عايشتغله؟ أي شغل أهم شيء يلقى له رزق خيرات. انتي داري إن بندر زوجي كان يشتغل مع فهمي وعدو مسافر وكان يلقاه مع الرزق ما شاء الله. ما بالش وفهمي الآن داخل البلاد كم عيوقع رزقه. لكن يا كريمة اللي عرفته إن فهمي بيشتغل مع جهات خارجية، وهذه الجهات الخارجية إذا دخلت بلاد دمرتها. ما قصدش. أنا شو أوضح لك. مثلا من عمل هذه الجهات أنها تقيم ورش عمل إما في مجال الثقافة أو الصحة أو التعليم، وتقوم بجمع بين الشباب والشابات صدق. وتفتح بينهم علاقات وتواصل. بيظن الإنسان أنها علاقات انفتاحية وطبيعية، لكنها في الأصل يا ساتر الله لا وراش. يا لطيف. بسببها اتدمرت أسر، وبسببها ضاعت أخلاقنا وتقاليدنا وهويتنا، وبسببها خلاص يا عبيد. اسمع يا فهمي أنا بين أقول لك رحلك من هذا الأشغال أمان لا يرجعوا يقرحوا راسك. يقفحوا راسي ولا ما يقفحش راسي هذا الشيء ما يخصك شان. ما يخصنيش، أنا أخوك الكبير وأنا داري بمصلحتك. بعدين هذا العمل حقك حيرجع بيننا مشاكل. يرجع مشاكل ما يفعل مشاكل حقك هولا. هذا الشيء مش عليك خاطرك. أبصرك زي تدخل في هذا الأشغال. الوجه من الوجه أبيض. أنا كذا قلت لك. أنا حذرتك وقلت لك ما تتدخلش مني، لكن أقول لك كيف وقع بك. أنا قلت له يرحل مني ما رضى يفهم، لكن هذا جزاته. وين انت يا ابن اخي؟ لو تبصر على مصيبة حلت فوقنا. طيب اهدأي يا عمه الله يحفظك. فهميني ايش الموضوع، كلميني.
ايش قلتي؟ فهمي الذي قتله؟ طيب ابو فهمي ليش يقتل اخوه؟ الحقد يا ابن اخي، طول عمره هو حاقد علينا. لا ماشي، عادهم بيحققوا مع خارج، لكن ارحم الراحمين حيوقع في شر اعماله. طيب يا عمه، على العموم عظم الله اجركم والبقيه في حياتك، واي حاجه تحتاجوها انا سداد. ما تقولي شر الكلام، وبعدها لا تنسيش ان انا ابن اخوش مثل ابنش بالضبط. الحاجة الوحيدة الذي اشتهيها منك ترجع يا ابن أخي، ترجع بلادك بين أهلك وبين أحبابك، وتفلت بلاد الغربة هذا. يا ابني اشتقت تكون جنبي وتوقف معي. لا أكيد، أمانة إني بين أفكر أرجع لكم في أقرب وقت، أوقف معاكم ومع الأولاد أكيد إن شاء الله. عفوا يا عمه، معي عمل شوية لازم أخلصه. ها عمه، لازم تسلموا لي على الأولاد، أمانة. يلا في أمان. لا يلا، حسبنا الله ونعم الوكيل، وإنا لله وإنا إليه راجعون. حار الفكر من شر الهانياب تتقادح شرر. ليش يا دهر أنت السبب ولا السبب احنا البشر؟ ليش الخطر والخوف ايام وسنين؟ ليش القهر والظلم واحزان وانين؟ ليش الكدر والهم والوضع المشين؟ ليش الكدر والهم والوضع المشين؟ ليش يا دهر انت السبب ولا السبب احنا البشر؟ ولا السبب احنا